حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالخير يا رب، انتوا وكل حبايبكم. يلا نقول مقدمتنا. ازيكم؟ انا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي. يلا نبدأ. بطلة حكايتنا بتقول: انا ندى، عمري 35 سنة. عايزة احكي لكم حكايتي بس ما تستغربوش. انا عايزة كل واحدة تتعظ من كلامي وتاخد بالها من كل حاجة حواليها، او بمعنى اصح بتحصل حواليها. حكايتي بدأت من حوالي 15 سنة وأنا في الجامعة. أيام الشباب بقى، كنت جميلة جدا وأي واحد كان يتمنى إن يبصله، بس لحد ما قابلت كريم. بصراحة لفت نظري قوي، لأنه خجول ومحترم ومش بيجح زي باقي الشباب، وطلب بكل أدب إنه عايز يرتبط بيا. وأنا بصراحة ما منعتش، عشان أنا كمان كنت معجبة بيه. وبالفعل عشان ما أطولش عليكم، جه عندنا البيت وتقدم لي وعملنا خطوبة لحد ما اتخرجنا احنا الاتنين واتفقنا على ميعاد الفرح. وكنت مبسوطة جدا، ويوم الفرح كان يوم حلو قوي، وكنت مبسوطة ان اهلي واصحابي كلهم حواليا. وعشت اول 3 سنين جواز كلهم سعادة. لكن بعد ال3 سنين حياتي كلها اتقلبت للأسف. كريم ما بقاش طايق يقعد في البيت، ولا طايق يبص في وشي ولا في وش بنته حتى، وعلى طول مشاكل وخناق من غير أي سبب. وبصراحة كده شكيت إن في واحدة تانية في حياته ومغيراه من ناحيتي، وما بقتش عارفة أعمل إيه. بقى بيتلكك على كل حاجة، وبقى يخليني أمشي من البيت واروح عند اهلي عشان هو يقعد في البيت لوحده. وفي يوم حصلت مشكله وضربني، وساعتها رحت غضبت عند اهلي. امي قالت لي: مالك بس يا ندى؟ ايه اللي حصل لكم يا بنتي؟ انتوا اتحسدتوا ولا ايه؟ هو كل يوم مشكله جديده؟ قلت لها: انا خلاص يا ماما، زهقت وتعبت من العيشه دي، وبفكر ان اتطلق عشان انا خلاص جبت اخري. قالت لي: تتطلقي؟ تتطلقي ايه بس؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده كريم بيحبك، هو بس تلاقيه مضغوط من الشغل شويه وهيرجع كويس تاني. اصبري بس وهوني على نفسك. في الوقت ده تليفوني رن، وكانت سارة. رديت عليها وقلت لها: أيوة يا سارة، إزيك؟ وحشتيني، كنت لسه في بالي والله وعايزة أكلمك. قالت لي: إزيك يا ندى؟ فينك؟ بقالك كام يوم مش بتتصلي يعني. قلت لها: أنا عند ماما يا سارة، تعالي اقعدي معايا شوية عشان مخنوقة قوي. قالت لي: ماشي يا حبيبتي، ساعة وهكون عندك. سارة دي بقى تبقى أقرب صديقة ليا، وهي دايما اللي بتنصحني أحل مشاكلي إزاي وأعمل إيه، وبتهون عليا كتير جدا. وبالفعل جت سارة تقعد معايا. قالت لي: مالك يا بنتي؟ في ايه؟ هو انتوا كل شويه مشكله كده؟ قلت لها: انا تعبت يا ساره، البيت ولع حريقه، وكل ما نتصالح نرجع نتخانق تاني. ده حتى وصلت ان هو مد ايده عليا. قالت لي: معلش يا حبيبتي، تلاقيه مخنوق من الشغل، بس انا لو منك اروح اصالحه واعرف ايه اللي مضايقه. قالت لي: بصي، سيبي اسيل معايا وروحي اعملي له مفاجاه وروحي له البيت، صالحيه واتكلموا مع بعض. بصراحه عجبتني الفكره قوي، وقلت اسيب البنت معاه هي وماما واروح نتكلم مع بعض بهدوء. ويا ريتني ما رحت. اول ما فتحت الباب سمعت صوته وهو بيحكي لحد مشاكلنا اللي بيني انا وهو، وانه زهق مني خلاص، وبيقول للحد ده كل اللي بيحصل في حياتنا بالتفصيل. وانا بصراحه شكيت فيه ان هو بيكلم واحده، او يمكن معاه واحده في اوضه المكتب بتاعه. قربت ساعتها من الباب وانا قلبي بيدق جامد قوي. يا ترى هفتح واشوفه وهو بيخوني بعينيا ولا بيتكلم في التليفون؟ المهم فتحت الباب بسرعه، لقيته قاعد ومعاه واحد، بس شكله ما كانش غريب عليا، انا تقريبا شفته قبل كده. المهم اول ما شافني قال لي: تعالي يا ندى، انت هنا من امتى؟ ده شيخ محمد، شيخ الجامع اللي جنبنا، وجبته عشان يشوف لنا حل في المشاكل اللي بينا دي، عشان انا تعبت خلاص. قلت له: شيخ ايه وحل الايه؟ هو انت شايفني عليا عفريت ولا ايه؟ قال لي: لا ابدا، مش قصدي، بس الشيخ نفسه قال ان في حاجه مش طبيعيه، وقال ان اللي احنا فيه ده مش طبيعي، والمشاكل اللي كل يوم عمال على بطال بتحصل دي برضو مش طبيعيه. لقيت الشيخ بيقول: طب يا جماعه، انا هسيبكم تتكلموا مع بعض، وعليكم بتشغيل سوره البقره كل يوم في البيت. قال له: ماشي يا شيخ محمد، اتفضل. وفعلا نزل الشيخ محمد، وانا كنت مستغربه جدا من اللي جوزي عمله ده. قلت له: انا عايزه اعرف دلوقتي، انت جايب شيخ البيت وبتفضحنا وسط الجيران؟ الناس تقول علينا ايه دلوقتي؟ قال لي: يقولوا اللي يقولوه، مش كفايه القرف اللي احنا فيه؟ هي فين اسيل صحيح؟ قلت له: سبتها مع ساره وماما وجيت عشان نتكلم مع بعض. قال لي: مش انا قلت لك ما تسيبيش البنت بره لوحدها؟ قلت له: فيها ايه يعني؟ قال لي: اتفضلي دلوقتي حالا روحي هاتيها. ونزلت فعلا اجيب اسيل، وانا كلام الشيخ في دماغي: هو ممكن فعلا حد يأذيني في بيتي؟ طب هيكون مين اللي عمل فيا كده؟ وهيعمل ليه اصلا؟ انا اصلا مش بصدق في الخرافات دي، ولا الحسد ولا الاعمال ولا الكلام الفارغ ده. هو فعلا الحسد مذكور في القرآن، بس في الاول وفي الاخر كل شيء اسمه نصيب. المهم وصلت عند ماما، واول ما دخلت ماما قالت لي: مالك يا ندى؟ جيتي على طول يعني؟ قلت لها: لا ابدا، اصل كريم قال لي
أجي أجيب أسيل لأنه فضل يزعقلي. قالت لي أسيل جوه مع سارة في الأوضة بتلعبها، ودخلت جوه لقيت أسيل نامت وسارة قاعدة جنبها. قالت لي هي يا ندى عملتي إيه؟ قلت لها ما عملتش أي حاجة يا سارة. تصوري لقيته جايب شيخ الجامع وبيحكي له كل مشاكلنا. قالت لي طيب وفيها ايه يا ندى؟ عاملاها مشكله ليه؟ ما هو اكيد عايز يشوف حل للي انتوا فيه ده. المهم قوليلي الشيخ قال ايه؟ قلت لها بيقول له ان اللي بيحصل ده مش طبيعي وان في حاجه في البيت. قالت لي حاجه زي ايه يعني؟ قلت لها معرفش، انت عارفاني انا ما بصدقش التخاريف دي. قالت لي تخاريف ايه يا ندى؟ انت اكيد حد اذيكي او عامل لك عمل. اللي انت فيه ده مش طبيعي، انت وكريم لحد تالت سنه من الجواز وحياتكم اتقلبت. مش ملاحظة حاجة غريبة؟ قلت لها ايه هي؟ قالت لي ان نفس السنة دي اللي اتجوزت فيها سلفتك، ومن ساعتها وانت حياتك مقلوبة. قلت لها قصدك ايه؟ انا مش فاهمة. قالت لي انا حاسة ان هي ورا كل اللي بيحصل لك ده. قلت لها وهي تأذيني ليه؟ انا وهي ما بنتكلمش مع بعض اصلا وملناش علاقة ببعض. قالت لي طيب ابقي شوفي هتطلع ورا كل اللي بيحصل لك ده. قلت لها طيب انا همشي دلوقتي ونبقى نتكلم بعدين عشان ارجع البيت، يمكن نتكلم انا وهو. المهم رحت البيت ودخلت نمت على طول، عشان لو كنت اتكلمت انا وكريم كنا هنمسك في بعض كالعادة. المهم تاني يوم الصبح كريم راح الشغل وانا كلام سارة بقى يدور في دماغي. طلعت رقم سلفتي وقلت اكلمها كده اشوف رد فعلها ايه، لاني ما بتصلش بيها اصلا. المهم قلت لها ازيك يا هبه، عامله ايه، فينك مش باينه يعني. قالت لي الحمد لله يا ندى كويسه، معلش مشغوله بالولد الصغير بقى والبيت ما انت عارفه. المهم ان المكالمه كانت عاديه جدا لحد ما جيت اقفل الخط وهي نسيت تليفونها مفتوح وما قفلتهوش، وانا فضولي خلاني على الخط عشان اسمع اي كلام ممكن يتقال. وسمعتها وهي بتقول لحد غريبة قوي انها اتصلت بيا، دي ما بتكلمنيش خالص، تفتكري تكون حماتي قالت لها حاجة عليا او تكون عرفت حاجة؟ انا ساعتها قلبي اتقبض جدا وقفلت الخط بسرعة، خفت انها تاخد بالها اني لسه على الخط وبسمع كلامها. ساعتها بس اتأكدت من كلام سارة وانها وراها حاجة. كلمت سارة وجات لي على بيتي عشان احكي لها كل اللي حصل واشوف هعمل ايه. المهم جات وقالت لي خير يا ندى، حصل ايه؟ وساعتها حكيت لها كل اللي حصل في المكالمة. قالت لي شفتي بقى، مش قلتلك انا نظرتي ما تخيبش ابدا في الناس، انا قلتلك ان دي اكيد وراها حاجة. بس صحيح ايه موضوع حماتك ده كمان؟ جابت سيرتها ليه؟ يا لهوي يا ندى، لحسن يكونوا متفقين عليكي وعاملين لك حاجه في البيت. قلت لها انا مش عارفه والله يا ساره، انا قلقانه قوي، خصوصا ان انا وحماتي علاقتنا مش كويسه قوي ببعض من 3 سنين وانا حياتي كلها متدمره بجد. اعمل ايه يا ساره دلوقتي؟ قالت لي انت تروحي عند حماتك وبعدها سلفتك، يمكن توصلي لاي حاجه عندهم في البيت، بس اوعي تاخدي اسيل معاكي لا يعملوا فيها حاجه، وما تقوليش لكريم غير لما تروحي وترجعي. قلت لها ماشي، بس خليكي انت قاعده هنا مع اسيل، ولو كريم جه قولي له ان انا نزلت اشتري حاجات، وانا لما اجي هبقى اقول له اني رحت عند مامتك عشان اطمن عليها. المهم فعلا نزلت بسرعه ورحت عند حماتي، واول ما فتحت الباب لقيتها استغربت قوي، خصوصا اني ما بدخلش بيتها من يوم ما سلفتي اتجوزت، وبكلمها يمكن في السنة مرة ولا حاجة. المهم قلت لها ازيك يا طنط عاملة ايه؟ قالت لي غريبة يعني يا ندى، بقالك سنين ما جيتيش، ايه فكرك بيا؟ قلت لها ابدا، كنت بشتري شوية حاجات وقلت اطمن عليكي، انت عاملة ايه؟ قالت لي الحمد لله، تشربي ايه؟ قلت لها شاي. قلت اخليها تقوم عشان ادور براحتي على اي دليل يمكن اوصل لحاجه. المهم قامت تعمل الشاي وانا قمت ادور على اي حاجه، لا كنت عارفه ابدا منين ولا عارفه بدور على ايه، والوقت كان ضيق قوي. بس اللي لفت نظري انها شالت صوره فرحي انا وابنها واي صوره كانت تخصني عندهم في البيت شالتها وما بقاليش اي صور. المهم قعدت افتح في الادراج زي المجنونه، لكن للاسف ما لقيتش حاجة، وسمعت خطواتها وهي جاية. قعدت مكاني بسرعة وفي الوقت ده تليفونها رن، ببص لقيت سلفتي بتتصل بيها. اتأكدت ساعتها ان في حاجة لانها ما ردتش قدامي خالص. ما رضيتش اشرب الشاي لاني بصراحة خفت تكون حطالي فيه حاجة. قلت لها طيب يا طنط انا هنزل انا بقى عشان ما اتأخرش على اسيل، عايزة حاجة؟ قالت لي طب اشربي الشاي حتى الاول. قلت لها لا معلش مرة تانية. قالت لي ماشي يا بنتي، ربنا يهديكي ويرجعك لعقلك. قلت لها ليه يا طنط، هو كريم قايل لك ان انا مجنونه ولا حاجه ولا ايه؟ قالت لي لا يا بنتي، ده انا بدعي لك بس مش اكتر. قلت لها ماشي مع السلامه. نزلت وانا متضايقه لاني ما وصلتش لاي حاجه. المهم وانا نازله من على السلم وخارجه من باب العماره لمحت سلفتي جايه من بعيد، طلعت اجري لفوق عشان لما تدخل اسمعهم بيقولوا ايه، عشان باب الشقه كان جنب المكان اللي بنقعد فيه، لأن الشقة بتاعت حماتي صغيرة جدا فأكيد الصوت هيبقى واضح. المهم سلفتي طلعت واتأكدت إنها دخلت، ونزلت بسرعة عشان أسمع، وسمعت كل حاجة بودني. سمعتهم هما بيتكلموا عليا. سلفتي كانت بتقول لها
انت مش بتردي عليا ليه يا ماما؟ انا قلقت عليكي لما ما ردتيش. قالت لها تخيلي مين كان عندي هنا. قالت لها مين؟ قالت لها ندى سلفتك. قالت لها غريبة قوي دي، ايه اللي جابها هنا؟ قالت لها ما انا كنت عايزه اسالك عن نفس الموضوع. هو انت قلت لها حاجه من اللي انا قلتهولك؟ اصلها اتصلت بيا وانا استغربت قوي وقلت انك اكيد قلت لها حاجه. قالت لها لا طبعا انا ما كلمتهاش خالص، حتى استغربت انها جات لي هنا، اكيد في حاجه وراها. قالت لها هيكون في ايه يعني؟ ربنا يهديها. انا هنزل دلوقتي عشان الحق اعمل الاكل. المهم طلعت لفوق بسرعه قبل ما تفتح الباب وتشوفني، واستنيتها تنزل ورجعت على البيت بسرعة. لقيت سارة قاعدة وبتلعب أسيل. قالت لي ها عملتي ايه؟ طمنيني. قلت لها ما عملتش حاجة وحكيت لها على كل اللي حصل. قالت لي شفتي بقى، اهي بتقول لها افتكرتك قلت لها على حاجة، يعني كده في بينهم كلام عليكي، الله أعلم قايلين ايه عليكي بقى. قلت لها أيوة، بس ده برضو ما يخلينيش أمسك عليهم حاجة لأنهم ما قالوش أي حاجة وكل الكلام كان عادي. قالت لي ازاي بس؟ أكيد كل اللي بيحصل لك ده هم وراه، اسمعي مني وحاولي تكشفيهم. قلت لها يعني أعمل إيه تاني؟ قالت لي روحي لسلفتك البيت هي كمان. قلت لها أيوة، بس أنا أروح لها بمناسبة إيه؟ قالت لي من غير مناسبة عادي، روحي زوريها. وهي بتتكلم الباب اتفتح وكريم دخل. قالت له ازيك يا كريم عامل إيه؟ طيب يا ندى أنا همشي أنا بقى. قال لها الحمد لله كويس. وفعلا سارة مشيت. قلت له انت ايه قلة الذوق اللي بترد بيها على سارة دي؟ ده انت حتى ما قلتلهاش ازيك. قال لي والله انا حر ارد زي ما انا عايز، وبعدين انت بتنزلي من البيت من غير ما تقوليلي ليه، وايه اللي وداكي عند امي؟ غريبة يعني. قلت له ايه المشكلة يعني؟ وبعدين هي بتشتكي لك ان انا رحت لها؟ قال لي والله ما اشتكت لي، بالعكس دي كانت فرحانة جدا، بس انا اللي مش فاهم دماغك، مش انتي حالفة ما تروحيش هناك تاني؟ قلت له لا، ما هي زي مامتي ولازم اطمن عليها كل شوية. قال لي ربنا يهديك يا ندى. المهم تاني يوم كلمت سارة تجيلي عشان اروح لسلفتي، وفعلا جاتلي وسبت معاها أسيل ونزلت. وانا ماشية في الطريق جاتلي دوخة جامدة قوي، حسيت وقتها ان هيغمى عليا. لقيت جامع جنبي، قلت ادخل اقعد فيه شوية لحد ما فوق احسن ما اقع في الشارع. ولقيت فيه محفظة قرآن ودروس دينية. قعدت اسمع شوية وحسيت ان قلبي ارتاح قوي، وبعد نص ساعة لقيت نفسي بقيت احسن. رحت كملت الطريق لعند سلفتي، طلعت العمارة بتاعتها، واول ما وصلت عند باب الشقة سمعتها وهي بتكلم حد وبتقوله يعني ايه لسه ما خلصتهوش؟ انت بقالك كتير جدا، قدامك يومين بالكتير قوي، لو ما خلصش مش عايزاه. ما حطيتش الكلام في دماغي وخبطت على الباب. اول ما فتحت اتفاجئت جدا بيا ورحبت بيا قوي ودخلت تعمل لي عصير. فضلت ابص عندها يمكن الاقي اي حاجه. كان في درج جنبي معرفش ايه اللي خلاني افتحه. جالي صدمه وقتها لما لقيت فيه صوره فرحي انا وكريم ومتشخبط عليها بطريقه غريبه. فضلت باصه للصوره ومستغربه وسرحانه. في اللحظه دي لقيت سلفتي قدامي وفي ايديها كوبايه العصير وانا واقفه والصوره في ايدي. قلت لها ايه اللي عمل في صورتي كده انا وكريم؟ قالت لي انا مرضتش ارميها والله، بس ابني مسك القلم وشخبط عليها فقلت اشيلها في الدرج بدل ما ارميها. قلت لها انت فاكراني هصدق الكلام الفارغ ده؟ انا عارفه كويس قوي ان اللي انا فيه ده انت السبب فيه. وساكته لحد ما الاقي الدليل، وهو هو ده الدليل. قالت لي لا انت شكلك اتجننتي على الاخر ومخك طار. انا اذيكي ليه؟ مش فاهمه يعني، وهستفاد ايه لو اذيتك؟ قلت لها هتستفادي ان انت تبقي بصوره كويسه قدام حماتي وتحبك انت وبس وتكرهيها فيا، ده لو ما كانتش هي كمان متفقه معاكي. قالت لي لا انت بجد شكلك اتجننتي على الاخر، وانا لو وحشه فعلا هروح احكي كل الكلام ده لحماتي واكرهها فيكي بصحيح، لكن انا مش هعمل كده. انت اللي بعدتي عننا واحنا كنا دايما بنحاول نقرب منك، وانت اللي بتبعدي. حتى حماتك الست الكبيرة بتعامليها وحش. عارفة هي بتحبني انا ليه وما بتحبكيش؟ عشان انا بعملها زي امي، لكن انت ما بتسأليش عليها ولا حتى بتزوريها. قلت لها طيب ايه رأيك بقى ان انا سمعتك لما رحت لها وانت بتقولي لها كلام عليا وانك قايله لها حاجه عني وخايفه تحكيها لي او حاجه انتوا متفقين عليا فيها؟ قالت لي انا فعلا كنت اشتكيت لها منك انك ما بتساليش وبعد كريم عن اخوه وبتكرهيه فينا كمان. وبعدين انا بحكي لك ليه اصلا؟ انت اللي في دماغك في دماغك مش هيتشال ولا عمره هيتغير. انت واحده مريضه. سبتها ونزلت من بيتها ورجعت على بيتي وانا مش مقتنعه بكلامها ابدا، وانا هصدقها ازاي بعد اللي شفته في صورتي؟ دخلت البيت وساره كانت موجوده وطبعا حكيت لها على كل اللي حصل. قالت لي اوعي تصدقيها طبعا، بس انت غبيه قوي على فكره، كنت جبتي الصوره معاكي عشان يبقى معاكي دليل. قلت لها ما جاش في دماغي يا ساره، انا تعبت من كل حاجه في حياتي، انا محتاجه اقعد مع شيخ او اروح احفظ قرآن في الجامع. انا في جامع شفته وانا رايحه لها
قريب من هنا عجبني قوي وعايزة أروح عشان أقرب من ربنا، جايز يكون السبب إن أنا بعيدة عن ربنا. قالت لي طبعا روحي يا حبيبتي وكلميني أجي أقعد مع أسيل. المهم تاني يوم قررت إني هروح الجامع كل يوم عشان أحفظ قرآن وأقرب من ربنا كمان. دخلت الجامع وحسيت إن قلبي مرتاح قوي، وقعدت معاهم في الدروس الدينية وفضلت على الحال ده أسبوع وحياتي اتحسنت نوعا ما. وفي يوم كنت في الجامع والشيخ كان هناك، قعدت حكيت له عن كل اللي بيحصل لي. قال لي قربي من ربنا يا بنتي واستغفري كتير وطلعي صدقات، ولو تحبي تتبرعي الجامع هنا عامل حملة تبرعات لصالح دار أيتام لو تحبي تتبرعي بأي حاجة. ارتحت جدا لكلام الشيخ لأني فعلا بدأت أتغير، وقررت إني هشوف أغلى حاجة عندي مهما كانت واتبرع بيها للجامع. المهم دخلت البيت وقعدت ادور، ما لقيتش غير ساعة دهب عندي، كانت سارة جايباها لي في عيد ميلادي من فترة وكنت بلبسها كتير قوي، لكن هي دي اغلى حاجة عندي، واكيد سارة مش هتتضايق لو اتبرعت بيها للجامع، بس قلت ان انا مش هقول لها غير لما اتبرع بيها الاول. المهم اخدت الساعة ورحت بيها للجامع واديتها للشيخ. أول ما شافها قال لي أيوة بس دي ساعة غالية قوي. قلت له فلوسها ما تغلاش على اللي هتروح لهم، هم أولى بيها مني. المهم بعد ما رجعت البيت وكلمت سارة تجيلي حكيت لها على كل اللي حصل، لقيت وشها اتغير تماما. قالت لي انت ليه ما قلتليش قبل ما تتبرعي بيها؟ قلت لها في ايه يا سارة، انا افتكرتك هتفرحي. قالت لي ايوه بس انا جايبها لك انت، لو ما رحتيش اخدتي الساعة دي واديت لهم اي حاجة تانية اعتبري اني مالكيش صاحبة. قلت لها انت بتتكلمي جد يا سارة؟ كل ده عشان ساعة؟ قالت لي أنا ماشية واللي عندي قلته. أول ما سارة مشيت لقيت تليفوني بيرن، الجامع اللي بحفظ فيه قرآن كلموني. قالت لي مدام ندى لو سمحتي تعالي عايزينك هنا ضروري قوي. قلت لها خير في حاجة؟ قالت لي مش هينفع في التليفون، تعالي لو سمحتي. أخدت أسيل ونزلت بسرعة وأنا بفكر يا ترى عايزين مني إيه، وساعتها قلت بالمرة أخد منهم الساعة واديهم أي حاجة تانية عشان سارة ما تزعلش مني. المهم وصلت قلت لهم خير في إيه؟ قالت لي اتفضلي الشيخ عايزك جوه. دخلت وقلت له خير يا شيخ في إيه؟ قال لي مدام ندى انت مين اللي جابلك الساعة دي؟ قلت له دي جات لي هدية من أعز صديقة ليا، حتى هي اتضايقت قوي لما اتبرعت بيها وكنت جايبه لك حاجة تانية وجاية أخدها. قال لي مدام ندى احمدي ربنا انك اتبرعتي بيها، احنا كنا بنفك الفصوص منها عشان نبيعها ولقينا جواها كارثة، لقينا جواها عمل اسود وانت ما تعرفيش. قلت له ازاي؟ انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده. وراني ساعتها العمل وفضل يقرا عليه ايات من القرآن وحطه في ميه وملح، وانا كل ده واقفه ومش مصدقه اللي بشوفه. بقى ساره صاحبه عمري تعمل فيا كده ليه؟ وعملت فيها ايه؟ وعشان ايه تعمل كده؟ اخدت بنتي ورجعت البيت وانا في حاله ذهول، ازاي ساره تعمل فيا كده وليه اصلا؟ انا عمري ما اذيتها في حاجه. طبعا حاولت اتصل بيها كتير بس تليفونها اتقفل لانها اكيد عرفت ان انا عرفت، بس بعت لها رساله وقلت لها من النهارده انت اللي مالكيش صاحبة عشان لو فتحت تليفونها في يوم تشوف رسالتي. المهم ان انا حياتي اتغيرت تماما ورجعت ندى بتاعت زمان، وكلمت سلفتي بعدها طبعا على طول واعتذرت لها وحكيت لها على اللي حصل معايا، وكمان بقيت ازور حماتي على طول، وانا وكريم رجعنا نحب بعض زي زمان واكتر. المهم عدى حوالي سنة على الموضوع ده، ومن ساعتها وانا معرفش اي حاجة عن سارة ولا حتى شفتها صدفة، وما بقاش عندي فضول اعرف هي ليه عملت كده. ايا كان السبب ايه مفيش بني ادمة طبيعية تعمل كده. وفعلا المقولة اللي بتقول احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة هي فعلا مقولة حقيقية. بس كده، وهي دي كانت قصتي، انتهت قصة النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.